الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فمن نعم الله تعالى على الإنسان نعمة السمع، بس خلي سمعك في الطاعة. يعني إيه؟ السمع استجابة لنداء الأم أو الأب. تعال معايا كده لقصة جريج العابد، كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان جريج عابدا في بني إسرائيل. في فرق كبير بين العابد وبين العالم. العالم حاجة تانية خالص، ولذلك الشياطين لما ذهبوا إلى إبليس عليه لعنة الله وقالوا له: يا أبانا، ما لنا نفرح بموت العالم ولا نفرح بموت العابد، والعابد نصيب منه بنوقع في معاصي يعني، والعالم لا نصيب منه. قالوا مين لإبليس السؤال ده؟ قال: هيا بنا. فذهبوا إلى عابد فقال له إبليس: يا هذا، هل يستطيع ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ ربنا يقدر يحط الدنيا دي في بيضة؟ قال له: لا. فنظر إليهم إبليس وقال: ألا ترون هذا قد كفر في جوابه لما يقول لا؟ هيا بنا إلى عالم. فذهبوا إلى عالم فقال له إبليس: يا هذا، هل يستطيع ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال له: نعم. قال: كيف؟ قال: بكن فيكون. قال: ألا ترون هذا لا يعدو نفسه، يعني مش على قده بس، وهذا يفسد علي عالما كثيرا. ده اللي بيخلي الناس تعصيني، العالم ده. شوف دي القصة دي هتعرف منها العالم والعابد. سيدنا أبو هريرة بيحكي هذه القصة، بيقول: كان عابد في صومعة في جبل، فوق الجبل يعني. فجاءته يوم أمه وهو يصلي فنادت عليه: يا جريج، كلمني، أنا أمك. هو بيصلي نفل سنة يعني. فقال: أمي وصلاتي. يا ترى مين اللي هجيبه؟ فآثر الصلاة على أمي. هطلع من الصلاة أكلم أمي؟ قال لا. فنادت ووضع أبو هريرة يده على حاجبه وقالت: يا جريج، كلمني، أنا أمك. فقال: أمي وصلاتي. فآثر الصلاة على أمي. فنادته الثالثة: يا جريج، كلمني. فلم يخرج من الصلاة فدعت عليه وقالت: لا أماتك الله حتى تنظر في وجه المومسات، وانصرفت. كانت هناك امرأة تأتي أسفل الصومعة وكان يأتيها راعي الغنم، فحملت منه ثم ذهبت إلى القصر، قصر الملك، وقالت: هذا الولد ابن جريج. قالوا: العابد؟ قالت: نعم، العابد. فأتوا إليه فهدموا عليه صومعته حتى نزل إلى الملك. ما بيجيبهمش، ما بيردش عليهم. لما لقاهم بيكسروا الصومعة نزل جريج العابد، وهو داخل إلى القصر نظر إلى النساء المومسات فتبسم. فقالوا له: هذه المرأة تقول أن هذا الولد ولد. قال: أين هذا الولد؟ قالوا: هو ذاك. فضرب الولد بيده وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: راعي الغنم. تكلم هو لسه مولود، ولذلك اللي اتكلموا في المهد 9 منهم ده ابن جريج العابد ده، قصته يعني. لأن هنا الطفل تكلم وهو لسه مولود، ودي معجزة من المعجزات. فقالوا له: نبني صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قالوا: نبنيها من فضة؟ قال: لا، ابنها كما كانت من طين. فسأله الملك سؤال، قال له: يا جريج، لما تبسمت لما نظرت إلى النساء؟ قال له: أدركتني دعوة أمي، افتكرت ان امي ايه؟ دعت علي. قال ابو هريره: ولو دعت عليه ان يفتن لافتتن. يعني معنى الكلام ده ايه؟ جريج العابد كان في طاعه بس في سنه، وبالرغم من هذا عوقب، ودعت عليه امه واستجاب الله تعالى له.
طب امال احنا اللي بنعمل معاصي لما امك بتنادي عليك وتزعق لها، او امك تنادي عليك وتعصيها، هتقول لي ايه ربنا يوم القيامه؟ خد بالك، لان السمع نعمه قد تسلب منك. وللحديث بقيه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.